في مفاجأة قد تغير مسار نجم الكرة الجزائرية، كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن اهتمام نادي ريال بيتيس بالتعاقد مع النجم إسماعيل بن ناصر، متوسط ميدان نادي ميلان الإيطالي. ووفقاً للصحيفة ذاتها، ومع معلومات حصرية من الصحفي أكرم كونور، فقد أرسل النادي الأندلسي 2 من كبار مسؤوليه إلى مدينة ميلانو منذ يوم الأربعاء، وهما رامون ألاركون المدير العام ومانو فاغاردو المدير الرياضي، في مهمة واضحة وصريحة: محاولة إتمام صفقة بن ناصر. هذا التحرك القوي من إدارة بيتيس يأتي في وقت يستعد فيه النادي لرحيل مزدوج مرتقب في خط الوسط، مع اقتراب كل من جوني كاردوسو وويليام كارفاليو من مغادرة الفريق. وبينما راجت في الأسابيع الماضية أسماء عديدة لتعزيز وسط ميدان الفريق، مثل مندرجورا من فيورنتينا، أسلاني من انتر ميلان، ومارتن بايرو من أودينيزي، يبدو أن إسماعيل بن ناصر أصبح الاسم الأبرز على طاولة المفاوضات. إدارة بيتيس تسعى للتوصل إلى صفقة إعارة مع خيار شراء، تتراوح قيمتها بين 10 و 12 مليون يورو، وهي نفس الصيغة التي وافق عليها نادي ميلان سابقاً مع أولمبيك مارسيليا في يناير الماضي. لكن، وبما أن مارسيليا لم يفعل بند الشراء حينها، عاد بن ناصر إلى لومبارديا، ليعود الجدل من جديد حول مستقبله. في 27 من عمره، يمتلك بن ناصر سجلاً حافلاً، حيث خاض 178 مباراة بقميص ميلان، و50 مباراة دولية مع ثعالب الصحراء. تكون في فرنسا، ثم انتقل إلى أرسنال، قبل أن يتألق في أمبولي ومنه إلى ميلان. فهل يكون الدوري الإسباني هو محطته القادمة لإعادة إطلاق مسيرته؟ وهل نشاهد بن ناصر يبدع في الليغا قريباً؟ وهل يكون ريال بيتيس بوابة التألق الجديد لنجم محاربي الصحراء؟ تابعونا على قناة كورة جزائرية للمزيد من التفاصيل والتحليلات.